الله عز وجل جعل الإنسان آلة، جعل في الإنسان آلة لها إرادة. أنت لو تذهب إلى المصنع فيه آلات كثيرة، لكن هذه الآلات التي تشتغل في المصنع لا تشتغل لا بد عندها جهاز وتبدأ تشتغل. لكن الله عز وجل لأنه صنع الله عز وجل، الإنسان خلق الله عز وجل، لقد خلقنا الإنسان في أحسن إيش؟ أحسن إيه؟ تقويم. ما تعرف ما معنى تقويم؟ منام، موازين، موزون كل شيء. كما أنه الآن كلكم درجة الحرارة في الكبد الآن لو جئنا بالطبيب يقول لك لازم تكون درجة حرارة الكبد كذا كذا، ولا بد يكون نبضات القلب كذا كذا، والعين فيها الضغط لابد يكون نسبة ضغط العين إذا زاد مشكل. البدن جعل الله له موازين، وتريد أن يكون الدين هكذا مثل الريح لا ميزان له؟ مستحيل، مستحيل. لأنه قال علم القرآن. انتبه للفظ القرآن. القرآن هو أصل الدين، إن هو إلا وحي. الدين القرآن أوحينا إليك. هذا الكتاب هو أصل الدين. الإسلام أصله القرآن. هو يقول علم القرآن، خلق الإنسان، بعدين يقول ووضع الميزان. وضع الميزان في كل شيء، وضع الميزان في دينه سبحانه وتعالى. فهذا الدين مبني على العدل. العدل حتى مع حياتك، فهو لم يحرمك حق الحياة، بل جعل لك مجال أنك تعيش الحياة، ولكن أرادك أن تعيش حياة لا تشغلك عن الله. افهمها جيد، لا تريد أن تفهمها بعد ذلك سوف تأخذ طريقا آخر غير الطريق المستقيم. نعيد الكلام يا جماعة، ركزوا معايا بارك الله فيكم.